جوزي اداني 100 جنيه وقال لي مش انت عامله لنا فيها شيف، يلا بقى اكليني النهارده فراخ بال100 جنيه دي كلها وعايز كمان يفيد. قلت له تحدي معاك، هجيب فراخ. جبت طبق وراك، ده بيتباع في اي سوبر ماركت عليه عرض ب 78 جنيه، 4 وراك بكام؟ ب 78 جنيه. فهعمل ايه؟ هفتحها قصادكم دلوقتي. انا اول مره اجيب النوع ده اسمه فراز، انا دايما بجيب نوع تاني اسمه روفي من بيم، لكن اول مره اجيب الوراك دي. فالوراك ما شاء الله وزنها حلو جدا. هعمل ايه عشان طبعا اضيع زفاره اي فراخ؟ هغسلها بشويه من الدقيق وهركنها شويه تنزل ايه الميتها. طب هعمل ايه بقى بباقي ال100 جنيه عشان لازم نعمل جنبيها خضار؟ فجبت كوسه بنص كيلو كوسه بحوالي 6 جنيه. بس لازم اعمل حركه معينه كده في الفراخ عشان خاطر تشرب لي التتبيله، لان هو قال لي خلال نص ساعه بس يكون الاكل جاهز. هعمل ايه؟ هجيب سكينه وابدا اشرح الوراك دي وابدا كمان اتبلها. هتبلها بايه؟ بمعلقه. قولوا بقى ورايا، اكتبوا كده ورايا، هات ورقه وقلم واكتبوا. معلقتين من الملح، معلقه شطه، معلقه من البابريكا، معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من السبع بهارات، وهنحط عليهم معلقتين من الخل ومعلقة من الصويا صوص. دي بتخليها تشرب التتبيلة بسرعة، لأن احنا كمان مش هقعدها في التتبيلة كتير. ده أنا يا دوبك عبال ما أقطع الكوسة وأقطع البصل اللي هوريه لكم دلوقتي. ودعك التوابل كده حلو كده مع بعضيهم، واركني بقى الفراخ على جنب. زي ما قلت لكم جبت نص كيلو كوسه، هبدا اقشرها واعملها كده بالورب بشكل لذيذ وظريف. وجبت طماطميتين هقطعهم برضو بالطول، لان انا مش هعمل صلصه فيها. وهجيب قرن واحد من الفلفل وبصلايه واحده وهقطعهم بسرعه جدا وبالشكل اللذيذ اللي قلت لكم عليه ده. هعمل ايه بعد ما قطعتهم كلهم؟ هجيب طاسه واحط فيها معلقتين من السمنه او الزيت اللي عندك واللي يريحك. ابداي بقى احط عليهم الوراك ياخدوا لون. هتقولي حد بيحط الوراك نية يا آية في الطاسة ويقليها؟ أيوة حطيها، مش هتاخد وقت وأراهنك هتبقى أحلى مرة تاكلي فيها فراخ بتشرب التتبيلة بشكل غير طبيعي، وبالصدمة دي بتخليها تحتفظ بالسوائل بتاعتها جواها. هتاخد لون من تحت. اول ما تبدا تاخد اللون من تحت اللي بيها الناحيه التانية، ونزلي بقى نزلي بقيه التوابل اللي كانت موجوده في الطبق اللي هي محطوطه عليهم. وحطي عليهم كمان معلقه من الصلصه. احنا قلنا مش هنحط اي تسبيكه فيها، هنحط بس معلقه من الصلصه هتدي الوراك لون وهتدي كمان الخضار بتاعنا طعم جميل جدا. اول ما تلاقي الوش بتاعها من تحت اتحمر اقلبيها الناحيه التانية، وزي ما قلت لكم حطي معلقه الصلصه. مش عندك معلقه صلصه مفيش اي مشكله، احنا كده حطينا اصلا طماطميتين فيهم. هنعمل ايه بعد كده؟ اول ما نلاقيهم خدت اللون زي ما قلت لكم، نزلوا الخضار اللي عندكم. ما بتحبش الكوسه يا ايه البديل بتاع؟ حطي يا حبيبتي نص كيلو بطاطس، حطي بسله وجزر، اي خضار كده يمشي الليله وتخلي جوزك وعيالك ياكلوا. خلاص حطيت الخضار كلهم. طلعي بقى الوراك اللي تحت دي فوقيهم كده ونزلي عليهم حوالي نص كوبايه ميه. بس انا هزود الملح شويه عشان خاطر الملح كان في الفراخ قليل، فهحط عليهم شويه من الملح كمان. وبعد كده هحط عليهم نص كوبايه ميه واغطيهم وهدي النار. وهي بالظبط مش هتكمل ربع ساعه، بس مش هدي النار قوي، هخليها كده نار وسط. ربع ساعه بالظبط وهلاقي الوراك استوت معايا بالكوسه، لان انا كمان مختاره الكوسه لان الكوسه والبطاطس اكتر نوعين من الخضار اللي هما بيستووا بسرعه جدا. غطيها بقى ونسيها لمدة ربع ساعة. وبعد كده تعالي شوفيها وشوفي ريحتها وطعمها وشكلها اللي يجنن بجد. كانت ريحتها تجنن جدا ومخدتش اي وقت معايا خالص. عملت جنبيها ايه؟ عملت جنبيها شوية رز بالشعرية. خلاص كده هي بدأت تستوي معايا. حطها بقى تحت الشوايه دقيقه كده ولا دقيقتين، تاخد وش من فوق وبألف هنا وشفا. ايه رايكم؟ طلعت ست بيت شاطره اقتصاديه وموفره ولا لا؟ اكتبوا لي في الكومنتات عشان هوري الفيديو ده لجوزي وهوري له كمان الكومنتات اللي انا كتبتها، واقول له ان انا طلعت ست بيت شاطره بشهاده الجميع.